جاهزين يا أولاد؟ إي حجي. ما جاي أسمعكم؟ بلي حجي. سبونج من يسكن بغداد ويحبه الأولاد. لونه أصفر مربع حساس. سبونج بوب سبونج بوب سبونج بوب في بغداد. الأمطار والفيضانات الأخيرة اللي ضربت بغداد حولتها إلى مستنقع كبير، وخلت الشوارع والبيوت بيئة مناسبة للحياة المائية، وهذا الأمر دفع سكان قاع الهامور للعيش في بغداد، فصارت بغداد هي قاع الهامور، وقاع الهامور صارت هي بغداد. فلا تستغرب مثلا إذا شفت شمشون قاعد يفتر بباب الشرجي، ولا تستغرب إذا شفت شلش قاعد ويا بنت سلطع بالكافيتريا. كلش عادي، منظر طبيعي بمدينة طبيعية. ونروح هسه البطل قصتنا سبونج بوب، هذا الولد اللي تخرج أخيرا من جامعة بغداد، وكان سعيد بحصوله على الشهادة لأنه كان يريد يتوظف ويحصل على راتب يعيشه ويخليه يقدر يفتح بيت. تخرجت، قضيت الشهادة، راح اشتغل. تخرجت. وراح سبونج بوب وقدم للوظيفة، وقاعد ينتظر وينتظر وينتظر وينتظر. أخيرا سبونج بوب اقتنع بأن الوظيفة راح تتأخر ويمكن ما راح تجي أبد، فقرر يعوف الشهادة على صفحة ويدور له على شغل، وافتر بغداد شارع شارع ومحلة محلة. وأخيرا جاره أبو نعال دلاه على محل صاحبه حج سلطع. حج سلطع هذا رجال على باب الله، عنده مطعم بالبتاويين، وكان محتاج إلى صانع جديد، وخطيه الرجال ما قصر وياه وشغله وانطاه هالقاسمة الله. وأجر سبونج بوب بيت قريب من مطعم حج سلطع حتى يكون قريب من الشغل، وحتى يجهز نفسه على مود يكون عائلة بالمستقبل. وكان بجوار هذا البيت بيت الفنان شفيق، أحد رواد المقام العراقي العريق. وجار الثاني اسمه بسيط، يشتغل عتاق ويا جمعة. عتيق للبيع، عتيق مالكم عتيق. وبعد ما صار عند سبونج بوب شغل وبيت، قرر يتزوج بنت الحلال، وحدة بنية اسمها ساندي، يتعرف عليها سبونج بوب بمتنزه الزوراء يم القفص مال السناجب. وراح سبونج بوب حتى يخطب ساندي، وأخذ وياه الناس الخيرة مشاية، وصارت القسمة، وصارت ساندي لسبونج، وسبونج صار الساندي. شايف خير ومستاهل. وقبل ما نختم قصتنا أحب أذكركم بالشهادة اللي أخذها سبونج بوب. تدرون هاي الشهادة هسه وين؟ الشهادة هسه موجودة بالقافة مال حج سلطع يم الوصفة السرية مالته. هو هذا مكانها الطبيعي، مجرد وثيقة معنوية لا أكثر ولا أقل. إلى اللقاء.